السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. النهاردة 15/5/2025 زي ما عودناكم كل يوم في نفس الميعاد من نفس الطريق، ونروح نسلم على أصحابنا ونأكلهم ونطمن عليهم. المرة دي أنا أعتبر طالع من البيت بس خلفت الطريق شوية، اللي هو يعني إيه، رحت من شارع تاني غير الشارع اللي انا بروح منه، بس برضو هلف كده هبقى قدام الشارع اللي انا كل يوم بمشي منه. زي ما انتوا شايفين كده انا جايب طبعا عشاية وجايب كيس مليان دجاج. ده دجاج شاورما، دجاج صافي بدون طبعا اي صوصات او توم او الحاجات دي، بدون اي شيء. ده دجاج صافي تمام. وهبتدي ان انا احطه لاصحابنا زي ما عودناكم كل يوم. قلت لكم ان انا خلفت الطريق، ولكن بلف وبرجع من نفس الشارع اللي انا كل يوم بمشي منه، وهو ده الشارع اللي انا كل يوم بمشي منه. طبعا بندور على اصحابنا، هم فين النهارده؟ مفيش حد خالص. خير خير بجد، في ايه؟ ما لقيتش حد خالص. كل يوم كنت باجي الاقي 3-4 قطط هنا، النهارده مفيش. طب يا ترى تونه وبسبوسه موجودين؟ ده السؤال. ادينا هننادي عليهم، بس انا شايف 2 قاعدين تحت العربيه هناك. بصوا تحت العربيه الفان دي في 2 قاعدين، اكيد هم تونه وبسبوسه. وفي واحده جايه اهي واحده جايه اهي التونية الجميله. صباح الفل يا سكره، يا سمعه منوره. عامله ايه اللولو؟ ايه زيزو؟ ايه زيزو؟ قال ايه زيزو؟ يلا تعالي احط لك اكل، يلا. وكالعاده زوزو تعالي هنا. ادي كيس زي كل يوم، وادي نحط التونه، شويه الدجاج بتوعها. يلا تونه تعالي كل يا ماما. بسبوسه تونه كل بابا، يلا يلا بابا كل، يلا بابا كل. ماله وش ده؟ فراخ صافيه ما فيهاش اي حاجه ولا توم ولا اي حاجه. خير اللي حصل؟ يلا تونه، يلا تونه حبيبي كل، يلا ما تجيش ورايا. تناو يا الددا يا زازا يا ماما. ايش يا ماما؟ انت جميل يا ماما، والله انت جميل عسل، انت قمر. الله بتلعب كلب، بيلعب عمال بينط فوق رجلي. يلا. وفي هناك بصوا ما شاء الله قبيلة. يلا رايحين لهم دلوقتي. تعالي بابا، تعالي بابا، تعالي بابا. يلا تونه كل الوجبة بتاعتك ماما. تعالي بابا، تعالي بابا، تعالي بابا، تعالي يا حبيبي، تعالي. بس يا تونه كنت هدوس عليكي يا تونه، ما تمشيش قدام رجلي يا بابا. بسبوسة الجميلة، بسبوسة الأمورة، والتوتو العسل، كلكم عسلات. بس تونه مش تضربي بسبوسة، تونه عيب. يلا تعالوا. تونه بتحوطني، اللي هو ده صاحبي محدش يقرب له. امسكي تونه كده، امسكي تونه الكيس كده، امسكي تونه. يلا يلا كل بابا كله، يلا
يلا تونة، يلا بابا، يلا كله، يلا يلا تونة، كلي. يا تونة ما تبقيش انانية، انا حاطط لك اكل هناك. بسبوسة، بسبوسة يا بسبوسة. يا لهوي يا ناس على الجمال، يا ناس على القمر، يا ناس. هما يشمشموا على الاكل بقى ويروح. انا كده عملت اللي عليا تمام. اروح اشوف الطقطوقه اللي هناك دي. يلا تعالي ده الدودي، يا دودي. فين دودي؟ يا دودي، يا دودي، يلا دودي تعالي. طيب ادينا هنحط برضو شوية اكل هنا. يلا تعالي دودي ماما، تعالي ماما، انت صغننه ماما، انت صغننه ماما، كلهم كبار انت صغننه ماما يا حبيبتي. ايه يا تونه؟ خلاص يا تونه انت هتاكل اكل الناس كلها. شوفوا بصوا، راحت كلت من هنا وبتاكل من هنا وكلت من هناك. لا بجد دي فجاعه، دي فجاعه دي بجد. تونه خلي الناس تاكل تونه، بطلي شقاوه. يلا نستمر، هنستمر. كده عملنا اللي علينا طبعا. في الفيديو ده حابب برضو اشكر صاحب كل تعليق ايجابي بيعلق لي على اي فيديو، وبالاخص على الفيديو الاخير اللي انا عملته اللي هو ليه السعودية دايما في خير. الفيديو ده لحد دلوقتي ما شاء الله كويس جدا، مشاهداته كويسة جدا، وفي ناس كتير ما شاء الله 95% من التعليقات تعليقات ايجابيه، وكلها من اخواتي السعوديين. فشكرا بجد ليكم، وشكرا لدعمكم، وشكرا لكلامكم الحلو ده. واحنا ما الا ضيوف على الارض دي، وانتوا يعني احسنتوا الضيافه، وشكرا ليكم جميعا. كل فيديو هقول الكلام ده، وطول ما انا على ارض البلد دي هشكركم ليل ونهار. هشكركم على تعاملكم الحسن، هشكركم على معاملة دولتكم لينا، هشكركم على الأمن والأمان والاستقرار اللي احنا عايشين فيه. تعالي بابا، عايز تاكل؟ تعالي بابا، يلا يلا بابا تعالي. ربنا يستر بقى، احنا قدام البيت بتاع الناس، محدش يطلع ولا يتكلم معانا. يلا بابا تعال كل. هو هناك اهو، وانا حطيت له اكل اهو، وخلاص كده. انا الاكل النهارده معايا الحمد لله زياده كويس يعني، وانا كده ايه عملت اللي عليا وهم ياكلوا. طبعا هنبتدي ان احنا نتحرك بسرعه قبل ما النور يقفل في الشارع كالعاده، اتعودنا على الكلام ده. ده بالنسبة للتعليقات الإيجابية. بالنسبة للتعليقات السلبية، في ناس بتعلق تعليقات سلبية على الفيديو ده بالأخص. مش عارف ليه كمية الحقد وكمية الكره. معرفش هل هو اللي بيعلق ده مواطن ولا بيعلق أجنبي مثلا، يعني اللي هو غير الجنسية السعودية، ما تفهمش فيه إيه. بس تعليق للأسف، أو تعليقات كلها حقد وكراهية، واللي هو يعني احنا بنحقد عليكم، اللي هو احنا بنحقد على الناس دي، احنا مش عايزين الناس دي تبقى في نعمه ولا في خير، والعياذ بالله يعني. ناس كلها شر والعياذ بالله يعني. فربنا بجد يرحمنا من الناس دي، وربنا يعني ياخدهم من وشنا والله العظيم ربنا ياخدهم من وشنا يعني ان الناس دي والله العظيم بجد مش من حقها، يعني مش من حقها ان هي تعيش في الدنيا والله العظيم، لان الناس دي سووا والله العظيم يعني. مش هقول غير كده والله. الناس دي وحشه، الناس دي وحشه للاسف. في ناس يا جماعه والله سيئه جدا على فكره، يعني في ناس سيئه جدا.
في ناس كده عايشه كده عشان تحقد وتحسد الناس على نعمتها. تمام. برضو السوشيال ميديا برضو مقلوبه كده. بقالها برضو يعني يعتبر من امبارح الدنيا كده مقلوبه على السوشيال ميديا، اللي هو لزياره ترامب للاراضي السعوديه، او زياره ترامب من المملكه العربيه السعوديه طبعا. وانا يعني انا ماليش في السياسه، ما بفهمش فيها عشان اتكلم فيها، ولكن غريبه جدا لقيت ناس عندها كميه حقد وكميه كره، اللي هو انتوا بتستقبلوا الراجل اللي بيعمل معرفش ايه، وموضوع بقى غزه زي ما انتوا عارفين والكلام ده. يا جماعه صلوا على النبي بس كده، صلوا على النبي. اولا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، فيعني مش هنقدر نقول غير ربنا معاهم، وربنا يعني يؤازر محنتهم، واحنا بندعي لهم وبنعمل اللي علينا، وتبرع وتبرع كل حاجه عملناها الحمد لله. مش عايزين نقعد نقول احنا بنعمل ايه عشان ما ينفعش يعني. تمام. دي اسرار، يعني اسرار ما بيننا وما بين ربنا. فاللي عمل خلاص ده سر ما بينه وما بين ربنا، واللي ما عملش ده سره ما بينه وما بين ربنا. ولكن سؤال يعني انتوا مالكوا؟ سؤال يعني. طب ماشي، انا مش مواطن سعودي، انا مواطن مصري عايش في المملكه العربيه السعوديه، انا مالي؟ سؤال. ترامب جه، ترامب ما جاش، ترامب خد، ترامب ما خدش، انا مالي؟ انا راجل ضيف يا جماعه في البلد دي، انا راجل ضيف في البلد دي، عايش بكرامتي، عايش بحريتي، عايش بعمل اللي انا عايزه الحمد لله. احسن اكل، احسن شرب، كل حاجه تمام، الحياه تمام، الدنيا تمام حواليا. فانا مالي ترامب يجي ياخد ما ياخدش. فانا بشوف بصراحه ناس فيها كميه غل وكميه حقد، اللي هو بقى بيقولوا ترامب جاي ياخد فلوس عشان يمول بيها معرفش ايه. يا جماعه برضو احنا مالنا؟ انتوا مالكوا؟ ما كل واحد يخليه في بلده يا جماعه، كل واحد يا جماعه الخير يخليه في بلده، ويخليه في قرفه، ويخليه في مصيبته. حاشرين مناخيركم في السعوديه ليه؟ سؤال يعني. انتوا حاشرين مناخيركم في السعوديه ليه؟ اي واحد يكح كحه تقول السعوديه، اي واحد معرفش يعمل ايه تقول السعوديه. ما كل واحد يبقى في حاله كده ويلم نفسه. مالكم انتوا؟ مش فاهم يعني. كل واحد يلم نفسه ويخليه في حاله. احنا مالنا احنا بالبلاد دي؟ ناس اضرب مصلحتها، هم بيعملوا صح بيعملوا غلط، احنا ملناش علاقه. جاي تشتغل، جاي تاكل لقمه عيش، ركز في اللي انت فيه. انت مالك انت تقعد تتكلم وتقول ترامب جه ولا ترامب ما جاش؟ وحتى لو انت اتدخلت وقلت ترامب جه، برضه انت مالك؟ جاي ياخد فلوس ولا مش جاي ياخد فلوس؟ انت مالك؟ انت عارف هو جاي يعمل ايه؟ قاعدين بتألفوا وقاعدين بتخترعوا، وكل ما واحد يكح كحه تقول اصل غزه مين؟ ما كل واحد يشوف بلده، وكل واحد يخليه في بلده، وكل واحد يحل مشاكله بنفسه. هو احنا مالنا؟ احنا معلش يعني احنا مالنا؟ احنا هنفضل شايلين هم غزه طول عمرنا وطول حياتنا لحد اما نموت مثلا؟ سؤال والله، انا بكلمكم بجد قسما بالله، ما بكلمكوش بهزار، انا بكلمكم بجد. انا كواحد، انا كوليد هفضل طول حياتي لحد اما اموت افضل شايل قضيه غزه؟ الغزاويه او الفلسطينيين اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول، تعالوا شوفوا في اوروبا وامريكا عايشين ازاي، يا اللي زعلانين ومهقورين وبتعيطوا وغزه ومش غزه. تعالوا شوفوا الفلسطينيين عايشين ازاي في اوروبا، تعالوا شوفوا الفلسطينيين عايشين ازاي في امريكا. قسما بالله تقعد مع واحد فيهم ولا يجيب لك سيره فلسطين اساسا، يعني اللي عايش في امريكا ولا يجيب لك سيره فلسطين. ليه؟ هو يا باشا نجا بنفسه، عايش هو وعياله معهم الجنسيات، عايشين احلى عيشه، بياخدوا معونات من الدوله، شغالين احلى شغل، معاهم احلى دولارات، احلى عقارات، احلى عربيات، عايشين عيشه مش عايشينها، ما كانوش عايشين في بلدهم، ما كانوش عايشينها في بلدهم. تقعد مع واحد منهم ايا كان في امريكا ولا ايا كان في اوروبا، ولا يجيب لك سيره فلسطين دي اساسا، ولا يجيب لك سيره فلسطين. انتوا بقى اللي زعلانين ومهقورين ومعرفش احنا غزه ومش غزه. يا عم ماشي، ربنا يفك اسرهم يا رب وربنا ينجيهم، بس معلش انت اللي هو محموق على ايه يعني؟ انت محموق على ايه؟ اهدى على نفسك شويه. انتوا محموقين على ايه يا جماعه؟ اهدوا على نفسكم شويه.
وكل دوله مختصه بسياستها، مالكوش علاقه. انتوا ترامب يجي ياخد ما يجيش ياخد، انتوا مالكوا؟ انتوا الراجل جاي يشم شويه هوا في السعوديه، ايش دخلكوا انتوا مثلا يعني؟ فكل واحد يخليه في مصيبته ويخليه في بلده ويخليه في قرفه، وحلوا مشاكل بلدكم الاول، بعد كده تبقى تتدخلوا في البلاد. بعد كده بقى حطوا مناخيركم في السعوديه، حطوا مناخيركم في قطر، في الامارات. كل واحد يخليه في حاله لو سمحت. هتقول لي ايه ده انت بتدافع عن السعوديه ولا اكنك واحد منهم؟ يا عم انا شرف ليا ان يكون واحد منهم. انت زعلان ليه؟ مش فاهم يعني. يلا شرف ليا ان انا اكون واحد منهم. انت زعلان ليه؟ بدافع ولا ما بدافعش؟ مالكش دعوه، خليك في نفسك وخليك في حالك انت. يلا توتو يا توتو، عاملين اللوزه جميله. اللوزه انت، اللوزه عاملين اللوزه. يا اللوزه كولي ماما، كولي ماما كولي. اوعي يا كلبه. يلا هو جعان اهو ياكل. خلاص يا جماعه، فالله يرضى عليكم. يعني ما تحسسوناش ان احنا خلاص بقينا ناس سياسيين وبنفهم في كل حاجه. كل بلد ادرى بسياستها، وكل بلد ادرى بمصلحتها، وكل بلد ادرى من اللي هي بتعمله. مفيش حكومه ايا كانت السعوديه او غيرها، مفيش حكومه عبيطه. مفيش حكومه عبيطه، الحكومه عارفه هي بتعمل ايه كويس. حكومه السعوديه حكومه ادرى بسياستها، حكومه المملكه العربيه السعوديه ادرى بسياستها، ادرى بمصلحتها. وخلي بالك، خلي بالك، عمر ما الحكومه هنا في المملكه العربيه السعوديه، او عمر ما حكومه السعوديه يعني بالمعنى العام هتضر بلدها. خدوا بالكم الكلام ده كويس قوي. عمر ما في حكومه هتضر بلدها. الحكومه لو ما نفعتش بلدها عمرها ما تضر بلدها. الحكومه لو ما نفعتش بلدها عمرها ما هتضر بلدها. فكل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في نفسه، تمام؟ كل واحد يخليه في بلده وهمه وهم بلده وقرف بلده، تمام؟ وبعد ما تحلوا مشاكلكم في بلادكم تعالوا حطوا مناخيركم في السعوديه، وحطوا مناخيركم في الخليج، وحطوا مناخيركم في قطر، وحطوا مناخيركم ما اعرفش في مين، تمام؟ ما هو احنا عيبنا كعرب يعني سايبين مستقبلنا وسايبين حياتنا وسايبين ان احنا نطور نفسنا ونحاول نبقى زي الاوروبيين، نصنع نخترع، وقاعدين بس ايه، ما فيناش غير لسان بنقعد نتكلم وخلاص. احنا ما فيناش غير لسان بنقعد نتكلم وخلاص. لك 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 لب 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 لب، بنقعد نتكلم وخلاص، ونقعد زي ايه البغبغانات، ولا احنا فاهمين حاجه، ولا احنا فاهمين حاجه. يعني الناس انا كلامي طبعا الناس ما بتفهمش، كلامي على الناس اللي ما بتفهمش، الناس اللي هي اساسا ما بتفهمش حاجه وبتقعد تهلفط بالكلام وخلاص. فيا جماعه الخير لو سمحت، كل واحد يخليه في بلده، كل واحد يخليه في سياسه بلده. مالكوش دعوه ترامب جه، ترامب ما جاش، ترامب راح، ترامب قلع، ترامب نام. انتوا مالكم؟ انتوا مالكم؟ ده اصل جاي ياخد من السعوديه فلوس، اصل جاي عشان ياخد فلوس عشان يمول ما اعرفش اللي ايه، عشان غزه. انتوا مالكم برضه؟ انتوا برضه مالكم؟ وانتوا ايش عرفكم انه جاي ياخد ولا مش جاي ياخد؟ ما تقعدوش تتكلموا كلام وخلاص. ايه ده؟ انا مش فاهم ايه الناس دي. كل واحد سايب همه وسايب قرفه وسايب، يعني اساسا والله العظيم 3/4 الناس اللي بتتكلم مش لاقيه تاكل. قسما بالله ما لاقيه تاكل، بيفكروا ياكلوا ايه بكره، بيشوفوا بيضرب ايده في جيبه بيشوف معاه فلوس لبكره ولا مش معاه، وعمال يقول لك اصل ما اعرفش السعوديه وقطر والامارات. يا عم انت يا عم سيب الناس دي في حالها يا عم، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شوف بس انت القرف اللي عندك الاول، حل مشاكلك وحل مشاكل بلدك الاول، وتبقى تعالى تدخل في الدول. انت مالك انت؟ ايه العالم البارده دي؟ وقابلنا سفروت وقابلنا اصحابه. يلا تعالوا تعالوا. طبعا سفروت اللي طلع بنت اهو. ايزي دي لاتي بنت يا ماما، انت طلعتي بنت. ما توقفوش قدامي عشان اعرف امشي.
يلا اوعى اوعى. بس خدي هنا. اديني حاطط لهم اكل ورايح دلوقتي اكل السفروته الصغننه اللي هي جعانه. احلى صباح على احلى دبدوبه السكره العسوله الجميله الاموره. احلى صباح والله العظيم، احلى صباح يا ناس. بص يا ناس الجمال يا ناس، بص يا ناس الجمال، عشان انا بضعف قدام الجمال ده. يلا عشان انا هحط لك اكل واروح للمجرم اللي هناك. تعالي هنا يلا كلي. هنا ماما، هنا ماما، انا هحدد لك هنا ماما، والله انا هحدد لك هنا ماما. انت مش سافه ماما. بس هنا ماما كلي. تعالوا يلا تعالوا يلا. يلا كل بس بياكلوا. راح للدبدوبة الصغننة. فين الدبدوبة الصغننة؟ صباح الفل يا ماما. صباح الفل يا سلسة يا سلسة. تعالي هنا عفريتة تعالي. يلا كيس اهو من اللي كانوا امبارح. نحط بقى الاكل. لسه الفريتة الصغننة العفريتة الشرسة دي. يلا ماما كلي. تعالي ماما كلي. يلا يلا تعالي كلي. انتي تاكلي كل حاجة ماما. انتي هركليز ماما، هركليز. مش همشي مع الاكل مع نفسه بقى. انا هروح املى ميه زي كل يوم. املى له ميه. املى له ميه. تعالي بابا، مالك النهارده مش عايزه تاكلي ليه؟ شكل في حد اداكي اكل يا كلبه انتي. شكل في حد اداكي اكل يا كلبه. عامه انا حطيت له الاكل وحطيت له الميه اهو. وبما انه شكله كده مش جعان قوي هاخد منه حبه كده صغننين عشان احطهم للقطط اللي قدامي. تمام. هنروح بقى ايه نشيك على الميه بتاعت سفروت ونعمل له ميه ساقعه زي كل يوم. ما بتاكلوش ليه يا بابا؟ لا حول الله. تعالوا هنا، تعالوا تعالوا كلوا. يا عيني كلوا يا عيني كل الاكل. كلوا اللي انا حطيته لهم كله. طب يلا بابا كل. يلا كل. نروح نتشيك على الميه بتاعت سفروت واصحابه نجيب لهم ميه ساقعه. يا ساتر يا رب. الميه مفيش خالص. هروح املى لهم دلوقتي. انا خدت العلبه اهو. هروح املى لهم ميه دلوقتي. ميه ساقعه. البتاعه فاضيه خالص. معرفش يشربوها دي ولا اتكبت ولا وضعها ايه. بس انا هملى لهم طبعا دلوقتي. وادينا اهو هملى لهم ميه ساقعه زي ما انتم شايفين. نروح نحطها مكانها وبعدها نروح البيت. قلت لكم انا امبارح انا عندي دور برد جامد بقالي ماسكني كده بقاله يومين. النهارده زاد عليا قوي. انا اساسا صيف شتاء. انا قلت لكم امبارح في الفيديو صيف شتاء عندي برد. والبرد ايه؟ البرد اللي هو بيجي لي قاتل، اللي هو يعني بص يعني ما ينفعش تتحرك. انت فاهم ازاي؟
بس لا في علاجات ولا في حاجه بتاثر معاه، لان انا اساسا مناعتي ضعيفه اساسا يعني. اللهم لك الحمد على كل شيء يعني. يلا الروتي الروتي. اسف روتي. اشرب ميه بقى، شكله عطشان موت. ميه ساقعه ترطب بقى على قلبه. هنا وبكده نكون هنا الفيديو بتاعنا، وما دردشتش معاكم كتير النهارده، ولكن ان شاء الله باذن الله ندردش بكره اكتر. تحياتي ليكم، صباح الفل عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.